السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا مزيانين. كلشي هو داك. عندنا في هذا الفيديو اخبار اللي واعره جدا وتصريحات اللي عالميه. حكيم زياش اخيرا كظهر بالوجه الخفي كما كنقولوا الحنين والمشاعر. خبر عالمي على اشرف حكيمي. ايضا الجماهير سولت بونو ونصيري اسئله اللي في شكل جاوب عليهم بطريقه اللي مضحكه. وايضا غنختموا مع مدرب جانك وشنو قال على الخنوس بعد التألق ديالو، واش غادي يبقى معاهم او لا غادي يتباع. نبداو بالتفاصيل. نبداو مع بونو نصيري بحيث سولهم متابعين ديال فريق سيفيا اسئله. نبداو باول سؤال، سولهم واش تفضلوا تفوزوا بالمونديال مع المغرب او لا الشامبيونز ليغ مع سيفيا. قالوا لهم نفضل الاثنين معا نظرا لقيمتهما ووزنهما على مستوى كرة القدم وعلى مشوارهما. وفي سؤال حول السر الذي جعل النصيري يعود بقوة في كل مرة يتعرض فيها الانتقادات بسبب تراجع المستوى، قال أولا أنه كتفادى متابعة ما يكتب عنه في المواقع بخصوص انتقادات، وأنه كيفضل العمل الجاد والإصرار والتحدي كساهموا في العودة ديالو للتألق. وملي سولو بونو على تصدي الركلات ترجيح ضد إسبانيا وبالضبط 3، قال انه صعب وصف الشعور ديالو بخصوص تصدي لتلك الضربات، والمهم بالنسبه اليه هو ادخال الفرحه لقلوب الجماهير المغربي. وسولو نصير على افضل هدف سجله في المشوار ديالو حتى الان، قال لهم هو الهدف ديالو ضد البرتغال بالمونديال بطبيعه الحال راسيه خرافيه. وايضا بونو سولو كيفاش ولا من افضل حراس العالم، واش كان كيعتقد بانه غادي يوصل لهذا المستوى هذا النيفو. قال لهم انه في الواقع ما كانش كيتوقع يكون افضل حراس العالم، وقال انه من فضل العمل الجاد والاصرار والتحدي والمثابره تمكن باش يتغلب على الاشياء اللي كتبدو صعبه التحقيق. وبالنسبه للمدرب جانك قال على الخنوس القناه الرياضيه البلجيكيه 11 سبور واش غادي يبقى او لا غادي يمشي. قال لهم تم ابرام اتفاق جيد بين بلال الخنوس ومحيطه والنادي من اجل البقاء لموسم اخر على الاقل. سنرى كيف سيتطور الامر، ولكن اعتقد انه ما زال بامكاننا العمل معه بجد تخص اشياء معينه داخل النادي. بالنسبه للخبر العالمي على اشرف حكيمي، كشفت اذاعه فرنسا الدوليه عن قائمة تضم 11 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة ماركي فيان فوي 2023 كأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي. ومن بين القائمة كاين جوج لاعبين مغاربة اللي هما يونس عبد الحميد وأشرف حكيمي، مع لاعبين أفارقة آخرين. كتمنى صراحة يفوز بها حكيمي أو عبد الحميد بجوم يستاهلوا. المفاجأة أن عبد الحميد في عمره 35 عام، ولكن مع ذلك قدم واحد أفضل المواسم ديالو. ونختموا مع حكيم زياش اللي قال تصريحات صراحة مولفينش نسمعوا عليه. لقد أوضحنا للعالم كيف نعامل أمهاتنا، وأعتقد أن هذا أحدث تأثيرا كبيرا على الناس. لقد شاهدت زميلا لي يقبل والدته على رأسها، إنها من أفضل الصور التي شاهدتها لنهائيات كأس العالم على الإطلاق. ومن سولوه حول الأم ديالو وعلاش غابت على المونديال، قال إنها بخير الحمد لله. تعرفون أنها امرأة مسنة، وكنت أخشى أن يصيبها مكروه في قطر، خصوصا في ظل الأنباء التي ترددت هناك عن المرض العديد من الناس، ولم أكن أريد أن أعرضها للخطر، وأريدها أن تظل إلى جانبي لمزيد من الوقت. وبخصوص الأخبار على التبرعات اللي كقدمها، قال إذا قدمت مساعدات أريد أن أفعل ذلك في الخفاء. قيمة المساعدة تتلاشى بالنسبة لي عندما تظهر، بحيث أن زياش معروف بهذه الأعمال الخيرية، وداكشي اللي كيدير كيخليه مسور وقضية زوينة فيه باش ياخذ الأجر كامل. هذا ما كان أخوت، وتهلاو لي في راسكم.